هحكي لكم قصة أثرت فيا جدا، يا رب تكون ملهمة لحد فيكم وتغير حياته. القصة دي عن شاب أمريكي اتخلق للمغامرة، كان بيتسلق الجبال. في سنة 2003 قرر إن هو يتسلق جبل، طلع لوحده الجبل ده في وادي صخري خطير كان في ولاية يوتا، من غير ما يقول لحد ولا حد يعرف طريقه ولا هو رايح فين. وفجأة حصل الكابوس، صخرة ضخمة وقعت عليه، حبست إيده بين الصخر وبقى لوحده في مكان محدش يعرفه. والوقت بدأ يعدي، ساعات وبعدين أيام، لحد ما وصل ل127 ساعة، يعني تقريبا 5 أيام ونص. الأكل اللي معاه بدأ يخلص وما عادش معاه لا أكل ولا مية، وبقى لوحده والأمل بيقل كل لحظة. في اللحظة دي كان قدامه اختيارين، يا إما يستسلم يا إما يعمل أصعب قرار ممكن إنسان ياخده في حياته. هو قرر إنه يعيش وقطع إيده بنفسه علشان يطلع من تحت الصخرة، ومشي ينزف لوحده في الصحراء لحد ما أنقذوه. أرون حياته كلها اتغيرت، قصته بقت حديث العالم، اتكتب عنها كتاب واتعمل عنها فيلم عالمي. القصة دي بتقولك إنه أحيانا ممكن تتحط في أصعب ظروف في الدنيا، كل الناس تتخلى عنك، تتعرض لحاجات صعبة قوي. ربنا بيبقى شايف ده وعارف إن ده فيه صلاحك. الشدة اللي انت بتمر بيها النهاردة ممكن هي اللي تكون سبب نجاحك في كل حياتك، ممكن هي اللي تغير لك مفاهيمك عن الدنيا. الناس اللي حواليك ممكن ربنا عايزهم يبعدوا عنك علشان انت تنجح وتفلح. اي شدة بتمر بيها اعتبرها ولادة جديدة، ولادة لنجاحك. ما تيأسش ابدا مهما حصل، ولو اتحطيت في يوم من الايام قدام اختيارين، ايا كان الاختيار اللي هتختاره امشي فيه وتوكل على الله وما تخافش. احنا احيانا ما بنبقاش عارفين ان احنا جوانا قوة، فالقوة الخفية دي علشان تظهر لازم تتعرض لموقف صعب قوي يطلعها جواك عشان تثق في قدراتك.